صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. تصمم اليوم هذه بنتي والباقي طيش في لابوبال. يعني دوك يما كنت تقاتل مع عمتي جدة توقف مع يما، يعني يا متخممش خلاص عليها. واحنا هكذاك نهضروا دخل جهاد مع برهان، قال سلام وفات للدوش يغسل يديه. أنا نكشتني فاتن قلت الحقي راجلك سلمي عليه وشوفي وش يحتاج. تمنيش رايحة من قبيلة نعيط له ميهزش عليا. قلتي ناضي لنحرش عليك يما، دوكا ما تنسيش الأفعى راه هنا معاك مكيش وحدك. دزتني وليت نوط وراه لقيته يغسل في يديه. انا رحت المنشفى قال لي وش الزين تاعي كي وش بيها حزين كيما هكا. سكت ما قلت له والو، ناض خبط الباب تاع الدوش وجا حضني وباسني على راسي قال لي وش بيها بنتي. قلت له والو. قال لي مال علاه مدايره الشنوفه. قلت له نهار كامل نعيط لك ما تهزش عليا. قال لي مديرتش خلاص على التليفون، خليته في الطوموبيل ونهار كامل وانا خدام حتى دوكا راني سيد نهزو اللي عيط ليا اليوم ما يحكمنيش. مي وش بيها بنتي كش ما خصها. قلت له دوك هي ساعة تتعشى على بالي تعبان، من بعد نحتاجك. قال لي حاضر. انا بعد نزرب نتعشى كي شفتك لابسه الغوج هداك وتحبيني نزيد نصبر. انا غير قال هكا رجعت لي الروح، خرجت نتبسم معاه تعشينا كامل مع بعضنا. من بعد جدو وبرهان راحوا حكموا شمبرتهم وجهاتها. جاي نوض قالت له جدة جميلة راهي في شمبرتها. قالهم من بعد وانا وش دخلني فيها في الشمبرة ولا في بلاصة خلاف. قلت له بصح على بالك بلي ماليها غدوة يجوا يطمنوا على بنتهم وانت على بالك على واه نهضر. قالها جدة الهضرة هادي غير كبيها، راني يومين واقف مع الخدمة ومانيش راقدة، راسي راح يتفلق عليا، اجليلي اي حديثة مرة اخرى. قلت له راني نقول لك بلي لازم العلامة غدوة يجوا خاوتها هنا يا تضرب انت البارود يا فريد خوها يقتلها، وانت تعرفها مليح مليح. قالها ما كلاش كسروا لي راسي يا. قلت له انا اللي عندي قلته راهو جدك بعد وصاني. قالها خلاص خلاص دوك ندوش ونرجع. انا صدمتني يا جدة قمرة بهدرتها وزيد هو دوك راح يتدوش ويهبط عندها، كنت راح نلحقه رجليا فشلو. وزيد دوك كنت نتبسم كي البهلولة كي قالي مانيش صابر على الزين يعني بركة. كان يكلخ لي غير قالت له جدة بلي لازم علامة الشرف تاعها، ليه السيد راح يدير دوش ويرجع. شوف الحمارة اللي صدقته كي قالي بلي يحبني وباغيني، هو يعني ما حاولش ولا رفض غير قالت له وافق ديراكتا. فرضوا عليه موال وما حاولوه، تقول كان يستنى فيها. وزيد جدة تحكي فيها قدامي لحش ملحية ما فهمتش الجست هذي وش تقصد بيها. ما داتوش غير شامبرتها وحكات معاها بيناتهم. لا لا هي ديريكت في وجهي وكأني ما مبانشة. ما درت حتى حساب المشاعري، ما درت حساب المرضية تقولك ممكن تتغاشى ولا يحبس قلبها. درت حساب غير البنت بنتها برك خافت عليها من خاوتها ووتين بحر ياكلها. يعني مهما كان على بالها فيها باللي درت لهم فضيحة وتبهديل، مي هكداك وبقات قلبها عليها. الدم إلى ما يحني كندر كما يقولوا، اللي براني يقعد براني. وانا هذه حالتي وزيد حتى عجوزتي ما قلت حتى كلمة. يمكن لأنه هي الكبيرة وتحترمها ولا ما فهمتش. في وقت الصح واحد ما هدر عليا وانا في نص خمامي ودموعي بداو راح يهبطوا، حسيت بيد جبدتني من دراعي. تولهت لقيتها جدة قالت لي نوضي معايا نحتاجك. شفت مع فاتن تعواشة كاين، هزت لي عينيها طبعا نعرف علمي علمك. انطقت قلت لها جدة نجي معاكم، قلت لها هي تقدري تجي. نطنا انا وجدة حكمتني من يدي وفاتن مورانا ودخلنا للصالو. قلت لها اغلق الباب وقعدنا. قالت لي شوفي بنتي نهضر معاك. قلت في قلبي هذا وين فاقت مع بنتي. بقيت نشوف معاها قلت لي لا عود تحسبي بلي كي درت هكا تقولي راني تحقرت وجدة كي جات للصحة. وقفت مع بنتها وانا وبجبت عليا. قلت لي شوفي يشهد ربي راكب معزة جهاد وانا قدام الناس كامل نقول لهم نحب جهاد حفيدي ويما حسينة اما الباقي عندي عادي. وانتي نعرفك منين كنتي في القماطة، انا وجدك تربينا خواتات. يعني ما زلت نقول باللي انتي بمعزة بنتي. وانا كي درت هكداك لمصلحتك قلت لها انا كيفاش ما فهمتش لاني صح حرت وش من مصلحة عندي في انها تحرض في راجلي يدخل على طرتي. حرت قالت لي شوفي معايا مليح انا جهات تربيتي دي وجاوبني واحد يمشي رايو عليه. وانا كي درت هكا حبات اليوم يدير حل. يا هك يا هكا مانيش حابة تقعدي عايشة ستريس وكل يوم هي تستنى فيه وانتي تقعدي خايفة. انا حررته صح يروح عندها، مما كانش نيتي هكا برك. حابة هذا الموضوع يتقرر الليلة، إذا صح راح يتمم زواجه منها أعرف باللي نيته أصلا يكمل معاها بركة
كان يمشّي فيك وفي عوضة ما تقعدي تخمّي تعرفي الحقيقة درك خير ما الما يمشي تحت رجليك، وهنا حبيبتي حبيتِ تقعدي مع راجلِك واحد لا يمنعك، ماكيش الأول اللي تزوّج عليها راجلها، قُلتِ لجدة لا، لا ما نقدرش للشراكة جداتك قمرة هنا ونقول لِك ونعاودها، أنتِ بمعزة جهاد يعني اللي طلبيه يحضر. حبيتِ تخلّيه أنا اللي نوقف فيها، حبيتِ ما ترجعيش لداركم وخايفة من كاسر باباك، أنا نخلّيكِ هنا عندي ونحرم عليه شوفتك، يعني جدتك هنا معاك، اضربي صدرك وقولي واللي هي راني هنا. إذا ما كان والو ما دخلش عليها بعد الهضرة هذي واللي أنا متأكدة منه بالجهاد باغيك وزيد عمره يخلي مراه تمشيها لهواه، هنا أعرفي باللي صح راكي مع راجل، وهنا أنت تعرفي مليح التصرف الصح معاه بلا ما نزيد نشرح لك. هو غمزت لي، شفتوا كلمة صدمة قليلة كلامها دخلني في حيط، يعني تخمامي كامل تاع قبيل ضرباته في الصفر، وظهرت ما خممتش في بنتها، يعني تخمامها كان كل فيا. ما فقت كيفاه نط حضنتها قلتها مالقريا ما زلت مرعوبة ونستنى في جهاد وش راح يدير، إلا أنه كلامك ريحني شوي ونقص عليا من جهة التخمام، وأنا هكداك محضنتها طبطب الباب قلت تفضل. دخل جهاد أنا بعدت عليها قلت له أهلا بالعريس. مية هو ما ردلهاش وأنا غير شوفة ما شافش فيا، قالها جدة فوتي معايا نحتاجك. ولات ناضت صراحة معاه أنا زادت حالتي على قبل كي شفته دار هكداك يعني يكون حابة ما يصرى والو بيناتهم، ما يديش جدة وحدها كان يهدر قدامي، والله قد ما نوصف لكم شعوري متحسوش بيا، كلش يرجف فيا الخلعة قتلتني، وزاد وجهه ونظراته الباردة كملوا عليا، وحتى خزرة مشافهاش فيا، يعني صح كلام جدته قبيل مشى، هو وياها نسمع فيه يهدر بالعقل مع جدة، وراحوا جهة شمبرت جميلة. أنا نوضتني فاتن قلت لي روحي نطلّو، رحنا ردينا الباب وخلينا شقة أنا واقفة رجليا فاشلين لأنه شعور تشوفي راجلك داخل عند مرا واحدة أخرى كفيلة قتلك وانتي عايشة، ربي يعطيني الصبر، راح نموت بالواقفة. كي طليت شفت جدة دخلت عندها هو واقف برا، مي ما طولش شوي وخرجت جدة درت له براسها دخل هو عندها، شفتوا في اللحظة هاديك اللي دخل أنا صاي الصبر اللي كنت صبرات وراح خلاصة، حكمتني وحدة الرجفة وقنطة وحتى دموعي حسيتهم خانوني. في اللحظة هادي عييت نحكم في روحي تولهت لجدة غير كي تبسمت تبسيمة خفيفة وهي جاية عندي ما فهمتش وش سببها. من بعد جت قالت لي وش بيها حالتك وعلاه البكا. نعرف باللي صح صعيبة أمي في نفس الوقت راح تعرفي يا بلاستيك وتعرفي تتمشي منه وهكا ويكونوا قراراتك في بلاصتهم، ما تقعديش هكداك مي مالقري هدرتها كامل صحيحة أنا حتى الهدرة عييت نهدر به نجاوبها ولا نشاركها في رايها، حاسة لساني مربوط وحلقي فيه غمة، ما حبيتش تطلع مي ما طولتش وخرجت من حالتي وفزعت كي سمعت عياط جميلة. تولهت مع جدة لقيتها تبسمت مع فاتن وفي زوجة كانت تبسيمتهم فيها نوع الشماتة من اللي كانت تعيط برك ولات تبكي في بكاء هستيري. أنا اتخطفت حابة نشوف وش كاين، حسب ما سمعت فيها تترجى فيه بيني ضرب فيها لأنه كل شوي نسمعوا خبطة قلبي حاب يفرح ومازال مشاكي، حاب نشوف بعيني به يبرد خاطري. قلت جدا نظن وصلتك الإجابة، وهذه كانت الجملة اللي طفات ناري وبردت خاطري. حسيت روحي حياتي ضك في هذه اللحظة، كون يقتلوني من حج فرحتي ماني عطيتها لحتى. فوق ما خرج معايا راجل وفى بوعده ليا لا من الفوق زاد برد لي قلبي فيها، حق الأيام تاع الرعب اللي عيشتها مني والمرار اللي دقته بسبتها. مانيش موالفة نستشفى ولا نتشمت في حدا، ميصدقوني كون لقيته يقتلها. وكل مرة تزوج عليها راجلها تعرف مليح وش راني نحس ولا وش راني نحكي، شعوري مليح وهاد اللحظات اللي عشتهم نقدر نسميهم الموت البطيء. في هاد اللحظات البشعة تاع الضرة المرة كي تكون المرأة معززة ومكرمة ووالديها وخاوتها في كتافها، راح تخير بين تبقى بالحرقة وتتقبل الواقع وتقبل بيه ولا بكل بساطة تروح وتنسحب وما تشوفش وراها اللي خلقه وخلق غيره. مي في حالتي أنا بالذات كتافي باردين، ما عنديش أخ نتسند عليها، والأب لما نحكو طاغي. كون نحب ندير كرامة هو اللي يجردني من كبريائي ويعفس على كرامتي ويدلني ويبعتني عنده مكسورة ومجبورة نحمل الدل على هذه. أعدابي وخوفي كان أكبر من حجمه، يعني يا كنا وحدة أخرى ما يهمهاش أصلا، وزيد ما نقدر ندير والو. ديما ما ننساش ليلة عرسي اللي كانت نقطة تحول كي تستر عليا وما فضحنيش وضرب عليا البارودة
وعملته هادي معايا هي دين في رقبتي، ما نردوش طول عمري، منعني من الموت يعني حياتي فداه. اليوم قد ما نحكي عليه راح نكون مقصرة في حقه، بدا الرعب والمرض اللي درتهولي جميلة كان يقدر يدخل عليها ويتمم زواجه بيها ويدفني لسابع أرض، وما نقدر ندير والو من جهة دارنا ومن جهة الدين اللي في رقبتي. مي هو خلى صوتها يتسمع لسابع جار، وصح كما قال راح نجيبها ونعاود لها التربية مش نديرها مرتي. طول عمري ما نستشفاش في الناس ميصدقوني يا، كل ضربة تديها نحسها رممت جرح في قلبي وخرجت غصة منه. وانا هكذاك مع تخمامي في قتني جدة كي خبطتني على راسي، قلت لي وينك هذا غرقولك البابرة وديجا وش مازالك تستناي. نضل الميساج وصل وهدرتي خرجت صحيحة، ما فقتش كيفاه ترميت في حضنها نبكي بالدموع. هي اكتفات غير تبادلني الحضن وطبطب على كتافيا، عطاتني حنانتها وفي الآخر مسحت لي دموعي. قالت لي نضنضك لازم تكوني واقفة مع راجلك أكتر من أي وقت فات، وفهمك كفاية. بس على خدي اكتفيت غير أني نهز راسي معاها، وزدت رحت من الفرحة حضنت فاتن وهي وجدة يضحكوا عليا. زدت فوت لعجوزتي طبطبت عليها وبوستها وخرجت نجري، وهي تضحك وتقول لي ربي يهنيك، لأنه في اللحظة هذه كون خرجوني برا نحضن حتى الجيران من فرحتي. حسيت قلبي زهر وطلعت ديراكت بلا ما نخمم مرتين. كي كنت فايتة على شمبر جميلة نسمع غير فيها تبكي، هذيك البكي اللي تكون كي الغصة تجينا بعد البكا بزاف، وهو مازال يعاتب فيها. سمعته مي ما كملتش سمعت طلعت ديراكت لشامبرتي. اليوم لازم نعيش هو ليلة في الأحلام ما ينساهاش مية في الآخر، أنا اللي ما نسيتهاش. وجدت روحي يعني من كل حاجة، عمرت روحي بارفان وقعدت نستنى في مقابل الباب بلهفة يدخل برك نشوف طلته. ممكن في الأيام اللي فاتوا حبيته ميه اليوم راني عشقته ولا هو يجري في عروقي. من بعد هاد اللحظة مستحيل نبعد عليه لأنه كون راجل وصنت ليا، وهذاك اللي كان. سمعته كي طلع صوت الخبيط تاع رجليه باين بلي قلقان وواصلة معاه الطوب. أول ما فتح الباب عاقد حواجبه قريب يلصقوا في بعضهم، عينيه حمر من أول ما طاحت عينه على عيني. حسيته تفاجأ وملامحه لانت وترخى وجهه، لأنه صراحة حتى كي كنت نلبس له عمري ما تجرأت ولبست كيما ستيل اللي راني لابسة اليوم. قاعد يغير يشوف معايا والدهشة باينة عليه. مية ما اكتفيتش بهكا نط مشيت عنده بدلع حتى وصلت عنده وهو باقي غير يتبع فيا. وبالفعل كانت أجمل ليلة فوتناها مع بعض حتى الصباح أذن الفجر، صلينا كيف كيف ورقدنا. الصباح جبتني الفطنة نوضة نشوف فيه لم في حوايجه في الكعبة، حرت عليه كتولها بلي فوقت قالي صباح الخير البلانش تاعي، قلت صباح النور كيفاه صبحت؟ قال لي كيما تشوفي على بالك عندي خدمة لازم على العشية ديماري. قلت له وين رايح؟ قال لي الكدا، هي بعيدة علينا بأكتر من 1000 كيلومتر. قلت له يسمى مطولة وعلاه ما قلت ليش؟ قال على بالي مية ما ولمتش مع حالتي تاع الايام اللي فاتوا، نسيت خلاص. وكون مش المصيبة اللي طاحت على راسي راني ديجا رحت وصاي ديجا راني روتار. قلت له قداه تقعد؟ قال لي ممكن سمعنا ممكن اكتر حتى نفري واحد الورق تاع العقارات تاعي ونرجع لعمري. حسيت روحي تنشعت مني حبات ويبعد. بعد ليلة البارح حسيت روحي زدت غرقت فيه بزاف وتعلقت. غير حس عليا قال لي وش بيها البلوندة تاعي زعفانة. قلت له تحب الصح منيش حباتك تروح حباتك تبقى معايا؟ قال لي غير مزيدينيش راهو راسي مازال لازق في ليلة البارح. قد ما تخيلتك تنحي الحشمة وتكوني جريئة ما مديتلكش حقك البارحة، كنتي وحدة خلاف خلاصة. ونموت بعد ليلة البارحة ما يهمش قابل. قلت له بعد الشر عليك ما زلت حبات كنا تانية، والله منيش حابة غيابك وما تقدرش تلغيها ولا تبعت واحد في بلاستيك. قلي صدقيني راني مأجلها بزاف ولازم نروح، والتالية كون من قدامك ما نتحركش كش واحد يلقى النعمة ويتكبر عليها. قاعد غير يسلم عليا ومن بعد قال لي نوضي نوضي هاكي تلعبي لي بحوالي وانا ورايا شغل طويل وعريض. زيد جايين فاميلتي يطمنوا على وجه النحسة، هيا تنوض عمري باه نهبطوا مع بعضنا. قلت له حقا وعلاه كانت البارح تعيطة لعبتها ما فهمتش؟ قال لي علاه غير الافتتاح تاع إعادة التربية برك والتأهيل الأيام الجاية كي نروح إن شاء الله ندخل في العرض. قلت له ما فهمتش؟ قال لي متشغليش مخك الصغير هذاك خليه يخمم ويخدم غير عندي أنا برك. ودك هيا نكمل نوجد أموري ما بين ما هبطت انتي. وليت رحت وجدت روحي لبست طوب جاية على لاطاي تاع مناسبات ومكياج ما كترتش بزاف. هزيت خماري ورحت لعنده لقيته خزر لي.
قال لي: "وش هذا ولا غُب علاه مزيّر عليك هكذا؟" قُلت له: "يا أخي في وسط النساء بركة، تحبّهم يقولوا مرت جهاد مبهدلة." قعدت ندبّر له في عينيه، قال لي: "شوفي آخر مرة تلبسي هكذا، هنا عندي تحبّي تلبسي واش تلبسي حتى تدوري كيما تبغيا، بالصحة لتحت لا، ما نحبش كي تهبطي لتحت تهبطي تلبسي المستور." قُلت له: "هي ما يكون على خاطرك، اليوم بركة حالة خاصة، حابة نبان مليحة." هبّط راسه وسلّم عليَّ قال لي: "كنت تلم الدنيا كامل وحدة ما تجي كيفك في عيني." حضّني تحت جناحه وهبطنا لتحت، كان ديجا وقت الغدا لقيتهم بداو يتلمّوا، لقيتهم كاملين يشوفوا معايا بتبسيمة. كان حاكمني من كتفي وحاطني تحت جناحه، كيما نقول صبّحت عليهم كامل ردوا لي وهُم فرحانين بينا، غير زوج عباد، وحدة تعرفوها اللي هي سارة، مرة تشوفوها معانا على المايدة، وحدة فرد جديدة انضمت لينا لطاولة الأكل وقاعدة بوجهها صحيح تقول ما هي اللي باتت تدي في المخبطة، وصوتها سمعوه في الحومة كامل، وجاية فوق هذا مجمعة هنا بوجه صحيح، وزيد تشنف من الفوق وتتخنزر فيا. يعني ببساطة كون جات الموت في يدها تلوح عليا. من اللي حيرتني كيفاه قدرت تقابل العبادة بعد الضرب تاع البارح؟ أنا الأيامات اللي كان جهادة ساعات يجبد لي شعري بركة غدوة النوضة مخلخلة، راسي نعي نهزو، تحير في خلق ربي. راح جهاد بس راس جداته ويماها جدهم راح يغسل يديه ويجي. قعدنا كامل أنا قاعدة بين جهاد وفاتن شوي، وزاد الحق جدهم ناض جميلة تجري تسلم على راسه، سلمت عليه وقالها ربي يرضى عليك بنتي مرحبا بيك بيناتنا، وهي غير تتبسم وتتسيت عنده. من بعد سربا وتغدينا كامل وكل واحد راح لجامبرته، وجميلة ناضت قلت أنا نوجد وروحي دارنا دوك ما يجو شغل، حنا سقسيناها ولا ميتين على قعدتها، كون نلقاو ما نشوفوش وجهها خلاص. نطت تزعبل وجات عند جهاد قلت له معليش نحكي معاك، قالها قولي وش عندك، قلت له وحدنا، قالها هك بعد احنا وحدنا. كنت غير أنا وياه وفاتن راح تهز في المعان، خاطر الكوزينة جاية كلي مقسومة على زوج جهة الماكلة وجهة الطياب. كي قالها احنا وحدنا تخزنرت هي فيا، قالها لمي عينيك وهضري وش عندك وطيري مني، مانيش حامل خلقتك. أنا تعرفوا البارح واليوم راني غير نستشفى ويبرد قلبي. قلت له على بالك بلي دارنا جايين، ومن بعد على بالك بلي الناس تغطي على داك الأمر، ودرت روحها حاشمة وتطبل في عينيها وأنا كون لقيت نوض نخنقها. قالها كيما تزوجتي بمعرفتك فكيها بمعرفتك. قلت له وش يعني الهضرة هادي؟ قالها نضن هضرتي واضحة وتعرفيني منحبش نعاود الهضرة، يعني باختصار ما أنا اللي جبتك هنا متعول عليا نحللك أمورك، كملي اللي بديتي فيها نشوف وين تلحقي كدا وكدا. وما كملش هضرته وقالها ودوك طايرين من وجهي، قالها لها بالعياط. هي تعمرو عينيها دموع، خزرت عقل وحقد فيا. في اللحظة هذيك كون جات الموت حطها عليا، واللي زادت كملت عليها قبل ما تعتب باب الكوزينة. باه تخرج زاد عاود عيطلها اي مابا متكرش اسمها، عاودت دارت قالها رواحي. جات عاودت رجعت حسيت ويدير لها فيها بالعاني ويهين فيها، عاودت دارت تشوف معاه دلها بصبع رواحي. رجعت كلمة الأولى على وراها، قالها شوفي راني مسافر ومخلي ودين هنا، وربي اللي خلق السما والأرض كون نسمع باللي حكيتي معاها برك مش حاجة خلاف، نرجع نعلقك كالخروف برا نخليك عبرة ليا بعدك في العرش. هذا وعقلي على كلامي مليح مليح، ودق طيري كدا وكدا وكدا. مدابية نروح وجهك منحبش نتصادفو، خاطر راني حاب نكمل عليك. كون موش يما ليا قالت لي عندك على وجهها يبان للناس، نوض نخسرهولك هنا فهمت، علاه ما تبانش مضروبة يسمى جدة اللي موصيات وما يقش وجهها على جال الناس، يسمى هذيك الليلة كانت على بالها باللي راح يعطيها طريحة بعد ما قالها هكذا مشات، وكي وصلت للباب دارت هو كان ديجا ما يشوفش فيها. خزرت فيا خزرة تاع تتحلف فيا وغمضت لي عينيها ومشات. انا الحق خفت، لانه العباد اللي كيما هك قلبها مريض وما تخافش ربي لازم نخاف منهم. ومن بعد قال لي هيا دوك أنا نخليك من بعد نجي نودع بنتيا قبل ما نروح، خلي ساعة نشوف فاميلية الشر هادوك اللي جايين ومن بعد يرحمها ربي. جات في بالي حبيت نسقسيه وش راح يدير، من بعد خفت يتقلب ويدور عليا. أنا أي فخار يكسر بعضه، ما عندي ما ندير لهم، أنا صحتي على قدي والطبيب موصيني على الزعاف، لأنه آخر مرة ربي عديت بجلطة من ضغط يا ربي نحافظ على روحي أحسن لي. وليت رحت عند فاتن تبسمت معايا، قلت لها عصافير الحب وش هذا، وين كملت معشيقة؟ قلت لها الله يهديك وش من معشيق، احنا مع التهديدات جميلة راهي غير تتحلف فيا بعينيها. قلت شوفي حطيها كل حجرة
كي كاينة كي ما كانش، خلّيها دير اللي تبغي عليه، كي تبعديها عليكِ مستحيل راح تلحقك. أمي في نفس الوقت لازم تديري احتياطاتك كاملين حتى يفرج ربي وتخرج من وتتهناي منها، لأنه على بالي كي حطها جهاد في راسه مستحيل يعديها لها بالساهل ولا يخليها معلقة بيه هنا. كملنا غير نحكوا ونوجدوا معاها خاطر قريب يجوا مالين جميلة، وجميلة راحت مع سارة لجنبرتها وجتها الحفافة تمشطلها تعدل في روحها للصبحية. كن أنا نموت بالرعبة في بلاصتها، غير نتفكر يوم نتشلى قعدت تفاتن غير توصي فيا وتعاودة باللي نغلق بابي ومنهدرش قدامها، يعني ندير كل احتياطاتي. واحنا هكاك نسمعوا في الزغاريتة دخلوا مالين جميلة بالدقة والزغاريتة، والدار تملات بيهم دخلوا يضحكوا ويزغرتوا ماليها جابوا الحق كل خير. مي فرحانين تقول ما بنتهم متزوجة لضرة وخاربة على ولية. جميلة كانت تضحك قدامهم وتتمايع، بس عينيها كل دقيقة يطيحوا عليا، نظراتها كانت سم تحسها تقول باللي منيش ناسية. وأنا من داخل قلبي ما كانش مرتاح لضحكة جميلة، خزرتها حسيت باللي فرحتها هادي فيها حاجة مخبية، وكان إحساسي في محله. وأنا مع تخمامي فجأة وسط الزغاريد سمعنا صوت البارود برا. أنا مت، وكأنه البارود فيقني بكف ورجعني للواقع تاعي، باللي مهما وش صرا جهات مفتحهاش وضرب البارود عليها يعني راح تعود من اليوم عايشة معايا. واللي زاد عليا جميلة تبدلت ضحكتها في لحظة ولات قهقها، درست العقل تبان، وأمها وفاميلتها تعلات صغاريتهم. وهكا فات اليوم وهما كابسين على نفسي. وزيد خزرات الفاميليا كاين اللي يتخزر فيا بحقد وكاين اللي بشفقة، تسمعهم يقولوا وش خاصها حتى يتزوج عليها. راكم تعرفوا الناس وحكاياتهم اللي ما يفضوش ما صدقوا يلقاو موضوع برك يديروه على الكفيف مامهم. أمي مهما كان أنا نكره نظرة الشفقة أكتر من نظرة تكرهني، تخليني مقيدة ما نقدر ندير والو. هكذاك فات الأمسية ضيفوهم وشربوا قهوتهم وروحوا، واللي زادت كملت على نفسيتي فوق من هك. كي لقيت جدة قالت لي بلي جهاد يعيط لك راح لازم يمشي دوكو ما يقدرش يستنى، غير خرج جيت طالعة في الدروج حكمني من يدي طلعني معاه لفوق. وصلنا للشومبر غلق الباب قال لي والله ماني قادر نبعد عليك، والله مانيش خلاص كنت فكرة بلي راح نبعد عليك مورالي يهبط. زاد على قصة السفر تاعو حتى كي سلم عليا قعدت جامدة كي ما لقاش تفاعل. شاف معاي قال لي وش بيك، علاه مخك يخدم بزاف حتى ما حسيتيش بيا. قعد محضني ويلعب بيدو على شعري استحليت اللمسة. مي قلبي ديما قعد فيه واحد الشعور مفهمتش خوفه مفهمت واش هو. المهم حاسة نفسيتي صفر وتعبت بزاف، نهت تنهيدة من عروق قلبي. حتى لقيته زيرني حضني قال لي نعرف اللي تحسي بيه وواجعك بزاف مي ما عنده. ما راح نقول لك نوعدك وعد رجال، هذا الشي ماهوش مطول غير نرجع من الخدمة راح ندير لها حل. محال نخلي وحدة زيها على اسمي، يعني حابك ترتاحي لي، نحي أي فكرة سلبية في هذا المخ الصغير. نحبك تخمي غير فيا وبس، يعني أي حاجة خلاف نحيها من بالك. أيامات ونرجع لبنتي نحبك تعوضيني على هاد الأيامات اللي راح نكون فيهم بعيد عليك. ودك هيا خليني نستغل هذا الوقت القصير اللي مازال معاك باه نروح فرحان، نحب نكون مرتاح ومتهني عليك. بعد هدرتو هاد اللي فرحت قلبي وقدرت ترجعني شوي لمودي، وليت أنا اللي قربت ليه وحضنته عبرت له على حبي ولهفت عليه. بقى معي فترة صغيرة بركة وعاود هز لافاليز وسلم على راسي، وكانت آخر تسليمة. من بعدها راح يجي غير الهم والحزن والتعاسة والجفاء وكل حاجة عمري ما حسبت لها حسابها. في راح جهاد مع برهان أنا وليت هبط لتحت نقعد مع فاتن ونعاونها على بالي تبقى لاصقة وحدها، ما كانش اللي يعاونها. وراكم تعرفوا الديار بعد العرسة كيفاه تولي حالتها مالقري مدار والو غير وليمة خفيفة، مي لازم الدنيا تفرزها. وليت رحت نعاونها لقيت جميلة تما مدير رجل على رجل والضحكة من شط لشط، غير دخلت ألقيت السلام هي مرضتش قعدت غير تتبسم. من بعد قالت لي أهلا بدارتي يا وش راكي تحسي دوكا كي وليت أنا وياك نص بنص في جهاد. أنا حقرتها لأن السكوت عن الأحمق جوابه، قال نص بنص وهي شبعت المخبط وعلاه سكت. كملت غير ترحي وتحاول تستفزني، قلت لي يا ما تحطيش روحك بزاف راني نشوف فيك رافعة راسك في السما، عندك تتعوج رقبتك راني نعرفك كنت زي النعجة في داركم. أمية متخميش بزاف نعاود نردك ليها خاطر ما يخرجش عليك الدور هذا اللي عايشاته. أنا من صغري تاع جهاد مي أنت الماضي تاعك
نعرفوا مليح مليح. حطي في بالك هاد الهضرة. أنا كالعادة ما رديتش عليها مي فاتن قلت لها أي بلعي ولا نوض ليك طيري شمبرتك يزيك بلا حلان فم لا نروح نخبر جدتي يقلك حساباتك. قلت لها سارة بنت خالي درتي عليا على جال برانية. قلت لها هادي ماهيش برانية هادي مرت العزيز وزيد عاقلة وحقراتك مابا ما ردتش عليك وانت من قبيلة ترحية مالا راني قلت لك الزمي حدودك. ناضت زعفت وراحت شمبرتها خبطت الباب تريحها منها ومن صوتها. كي خرجت قالت لي فاتن راكي عجبتيني هكا خليها تنبح زي الكلبة وتسكت ما ترضيش عليها راهي تحاول تحكم عليك الغلطة باه ديرلك المشاكل. مالا ديما خليك بعيد عليها حتى يروح جهاده وهو اللي يدير لها حل. قلت لها بلا ما توصي أنا الأشكال هادو اللي يديروا كل شي مستحيل نخلط فيهم. على قولها هي كنت النعجة ضحكتني في وسط همي. وليت كملت معاها غير أنا وياها وعبد الصمد. سارة انضمت الجميلة في شنبرتها خلات فاتن وحدها. عبد الصمد ولدها يقول لي تعرفي هذا وين تهنيت من خالي جهاد كي راح. قلت له فاتن علاه الهضرة هادي على خالك عيبة يسمعك يزعف منك قالها خاطر كي نقول له عجبني شعرك يديني ويخرجني من الدار يقول لي انت راجل اقعد برا مرة نقعد نشوف براحتي مكره فيه. خلانا ميتين بالضحك عليه حتى من عبد الصمد ودلو الفدة في قلبه بسماطة تاعو. كل شوي يجي يمسه ويقول لي والله راكي زي ملكة التلج. ما حبش يبعد عليا وزاد كملها قال لي شفتي كي حاوزني خالي ما خلانيش نرقد معاك الليلة نرقدوا كامل مع بعضنا مش الفوق في شنبرتك نرقدوا مع ماما مع بعضنا مكره في خالي جهاد. انتقد فاتن قالت لي والله صح رواحي نتونسوا غلقي شنبرتك بالمفتاحة ورواحي نرقدوا مع بعضنا نتونسوا خير ما تقعدي وحدك. عجبتني الفكرة وليت قلت صح نفرش معاها ونفوتوها قصايص خير ما نرقد وحدي نبقى غير نخمم يقتلني الوحشة تاع الجهاد من جهة ومن جهة خلاف المصيبة تاع جميل اللي طاحت على راسي. وهكا فات النهار وانا غير مع الميناج في الليل كي حطينا سهرة تاي مكسرات وقاتو مع بعضنا كامل حتى عجوزتي وجدتها دخلت جميلة وسارة نهار كامل مع بعضهم خرجوا غير وقت الغداء وقت العشاء تقول اوتيل غير دخلوا وعيطت لهم جدة قلت لهم ارواحوا هنا من هدايا ارواحوا ساموني. جميلة طلقتها بتبسيمة من شط لشطة وخرجت لي عينيها تاع شوفي بلاستيك كيفاه. مي وش درت لها جدة خلاني نضحك انا دخلاني غير قعدوا درت لهم وحدة من وحدة من وتحكم سارة من ودنها حتى عادت تحاول فيها. قلت لها شوفي نهضر معك إيدا يماك عاقلة سكتت لك أنا بعيد الشر باش تطلعي فوق راسي وحدة زيك صغيرة كيما هك وتمشي رايحة عليا. فات نواتين نهار كامل هما مع الدنيا قايمين وانتي حطيتي راسك مع راس جميلة ودق وقت الماكلة خارجة ترعاي تحسبي في الخلق خدام عليك وقيل درهم لك باباك من غدوة سموك تدخلي الكوزينة نهار كامل. نهار وتين وفاتن ونهار تاعك انتي وجميلة لا تحسبوا داري اوتيلا الماكلة وكدا وكدا حاجة سامعين. وكل ما تحب سارة تهدر هي تزيد تزير حتى ولات تبكي. بقات هكداك كي كملت طلقت لها ودنها وقلت لها هذا راهو تحذير المرة الجاية نشوف هي البكاء على أصوله. وكما قلت من غدوة انت وجميلة هي قالت هك وسارة حركت راسها بمعنى هي وجميلة نطقتها. قلت لها بصح أنا مازلت عروسة ما نمس والو يعني كل شي يجيني واجد نورمال مو هكذا العادات ويا غير نطقت وتحكمها جدة بقرصة اللودن. قلت لها عاودي عاودي وش قلتي مال العادات قلتي قولي يا كدا وكدا أنا نهضر وانتي ترديلي الهضرة وش من عروس تهضري عليها كي يكون كدا وكدا وكدا التم تقولي عروسة. دوك مادامك واقفة زي الحصانة والتعرويس اللي تهضر عليه ما كانش من غدوة يسموك ديري دالتك يا أخي بغيتي تزوجي هاوليك الزواج. مالا من غدوة عري على دراعتيك وكوني وحدة نسمعها خرجت على كلامي ما تلوم غير روحها. وانا في قلبي روحي يا جدة ربي يرزقك بواش تتمنى يشح فيهم. سارة ناضت تبكي ما عجبهاش الحال راحت لشمبرتها وجميلة قعدت مشنفة ما فرطتش في السهرة. كون انا قلبي يشبع مي هي والو باين راح نعاني معاها. نط ناس البيت لتاي ليهم كامل حتى جميلة ما نحبش ندير حتى جاز عيان يعكس تربيتي. مادام الحمد لله جدة واقفة ما نخافش. غير كملنا السهرة أنا طلعت نجيب حوايجي من شنبرتي نفرشهم في شنبرة فاتن خاطر أنا من الناس اللي نوالف بمخدتي ونحبش نبدلها. مكي جيت هابطة فوت على شنبرة جميلة مش قصدي نتصنت مي سمعت اسمي بالصدفة. وليت رحت قدمت الباب ما نعرف من هدرتها مع من راهي تهدر وتتحلف نسمع فيها تقول
كون منخرجهاش بفضيحة ما نتسماش جميلة، وعلى بالي بالماضي تاعها مليحة، مش يلعبوا من بعد يدوا المخير. غير قالت هكذا وكلت عليها ربي سبحانه يتولاها على هاد الكذب في خاطري. شي ما حبيتش نزيد نسمع نوجع غير قلبي. وليت رحت للشامرة تفاتن، غير دخلت لقيت عبد الصمد صوت عليا فرحان انساني في همي. قعدت انا وياه يحكي ولاصق فيا. تقول لعبة كانوا حارمينه منها ولقاها حتى رقدة عندي وفي بلاستي، وليت لزيته عندي ورقدنا. الصباح غير حليت عينيا نسمع في صوت جدة تقابت في سارة وجميلة حالتهم داروا الروطار على الفطور. تولت مع فاتن لقيتها نايضة وتتبسم. قلت صباح النور راكي تسمعي راهي بدات الحرب تاع جدة. تعرفي يحطها جهاد في راسه ما تحطهاش جدة تكره لها حياتها. قلت لها بصح مهما كان بنتها مش راح ترضاها عليها. قلت لك كي قلتي هكا ما لما زلتي متعرفيش جدة قد وعارتها قد حنانتها وما تحبش الظلم والعوج. وإذا بنت لك اللي دارته جميلة حاجة نورمال تكوني غالطة. هي برك كيما قالت لي جاتها حفيدتها وما حبتش تبهدلها مي متحبش الطفلة الخفيفة كلها. حتى انتي من اول مرة جيتي وهي في صفك وسنداتك. قلت لها صح. قلت لي مسكتيش روحك عليها. قلت لها بلاكي عادة هي وجدة صحابات ومصيتها عليا. قلت لي لا لا من اول مرة شافتك قالت مرت جهاد باينة عاقلة وكي زادت عرفاتك ولات واقفة في صفك اكتر من حفيدها. ملا يا لالا عقالتك اللي شفعت لك على هادي. كل يوم نعاود نوصيك جميلة كون واش تهدر أحقريها جدة اللي راح تربيها وراكي سمعتي بودنك. وصح كي خرجت بها نقضي أموراتي لقيتها حاطة الكرسي في الكوزينة وتتأمر عليهم وأنا جامي شفتها هكذا. وليت صبحت عليها وبوستها كي كملت أموري زدت فت على جوزتي لقيتها تشرب في القهوة وتستبن وتتبسم على خدايم جدة. جابولي الضحك هاد العيلة هكذا فات الأيامات غير جميلة كهلبة عليا حابة تتلاصق معايا بأي طريقة. مي أنا مهما واش دارت مش مهما واش هدرت ولا استفزتني ما نردش عليها نهائيا. هي والحيط كيف كيف نخدم شغلي بفم ساكت. متونسة مع فاتن اللي هي أكتر من أختي. وفي الليل نرقد عبد الصمد عندي غير يامات والفته. وليت ندعي في ربي يرزقني بذرية صالحة حتى أنا نتونس بيه. جهاد من اللي قال سمعنا ونرجع رانا في أكتر من 10 أيام. الخدمة شدتها ممكن يزيد يطول وأنا توحشت وموت. أول مرة يبعد عليا بزاف. مين المزية ما نرقدش وحدي والتالي يقتلني الوحش والتخمام. اليوم كالعادة دلتي أنا وفاتن في الشغل تاع الدار وأنا نسيق ربي يغفر لي. وليت نتنصت بزاف على جميلة لأني حابة نعرف وش ناوية دير. واللي سمعته صدمني. سمعتها تحكي على باللي حابة تفضحني عند جهاد باللي كنت على علاقة مع برهان سلفي يعني حابة تدير جريمة في هذا الدار. أنا برك تصدمت من الوقاحة والحقد والبغض والسم اللي في قلبها. أما من جهة برهان مقادرني لأقصى درجة. على بالي بلي مستحيل توصل ليا راهي حباته. مي لازم نخاف من ربي سبحانه ومن اللي يخاف من ربي لازم نحاول نحكي مع فاتن باه تكون على بالها ما ندري وش يكون في الدنيا دي. وهذاك اللي كان رحت لها وقلت لها كل شي بالتفصيل. واش سمعت قلت لي بصح هذه مهبولة صح. وش تخمم هذا اللي راهي تخمم فيه منين جابت الهضرة هذه. ناوية تطيح الرقبة بس تبرد هنا. هذا كامل خاطر لقيت سكاتة من المرة الأولى اللي دارت لنا فضيحة. كون سلخها جدي ولا جهاد بطريحة وخلاوها عند عمتي تعود لها التربية مش يجيبوها لهنا تتفرعن علينا. مية علاه خيرت برهان بالضبط. هنا ما حبيتش نحكي لها انه كان معجب بيا ولا اي هضرة من هذا الشكل لانه انا اصلا تعرفوا حياتي كيفاش كانت مستحيل نشوف مع جنس الذكر ولو بعيني فما بالك نخمم نلعب هك ولا هك. وبلا قصتي اللي عشت من وراها في فجوة المزية سترني ربي. وجهاد ما اكتفيت اني قلت لها باللي جوزت برهان كان يقرا معايا عليها حبت تدير فتنة كبيرة. قلت لي هادي الشيطان وانا اللي نحرقها. تطيح في يدي وتشوف مي مستحيل نسكت لها. راح نخبر يما تحسبا برك باه تكون على بالها وش كاين في الدار باه في حالة فكرت كاش ما دير نكونو ديجا على بالنا وش كاين مش نقعدو نستنى البومبا وقتاش تتفلق علينا واحنا نتفرجوا فرحانين. وهداك اللي كان. راحت وخبرت يماها واللي عجبتني. قلت لها باللي هي اللي سمعتها تحكي في التليفون وتحلف فيا. قلت لها متخميش لي يحفر حفرة يطيح فيها. وهداك اللي كان. هدرتها خرجت صحيحة وخرجنا نكملوا الغداء. أي زادت شوي وجات هي وسارة قاعدين حاطين الراس للراسة وما نعرف واش نعت لها في التليفون. حتى من بعد قلت لها يا منين جاتك هذه الفوتو تاع جهات اللي يشوفوا دوك ما يقولوا هو نفسه تاع. سبحان الله مغير الأحوال روح الواحد يشوف يا فاتن
ولات حتى فاتن راحت تشوف قلت لها صح سبحان الله، هنا قلت على العصابات ويضحكوا. أنا كلاني قلبي حابة نشوف راح نموت، ما نقدرش على بالي تنشعني. حكمتها في قلبي وسكت، وصح إحساسي كان صحيح. كي عاودت هضرت لسارة قلت لها راكي تشوفي بعينيك باللي من صغر تاعية أنا مش هيكبروا النعجات يلقاوها واجد، أنا اللي سفريت وضحيت وما زلت نضحي. دارت عندها فاتن قلت لها تبلع ولا تنوضي. من قلت لها جميلة علاه وش قلت أنا بنت خالي ولا اللي يهدر كلمة الحق في بلادكم مش مليحة. ونط تخبط في روحها خرجت تشنف. مي راح تلحقها سارة عيطت عليها فاتن بالصوت قالت لها رواحي هنا وشوفي فيا مليح مليح. كون متحبسيش من سارة تاعك معاها دوكا نوصلك لجدة وتتهلا فيك وبقاي تبعي فيها حتى توصلك لمهالك. ديجا وش جمعك معاها؟ لا هي من سنك لا هي تقرا معاك وش كاين بيناتكم بعد ولا نقول لك كما كان تجاوبيني نعرف وحدي ودكتوري من قدامي وما تنسايش وش قلت لك راح تجي غير فيك انتي ويسلخك جهاد لحمك. قلت لها ساره وش بيك فاتن تحكي هكا تقول ما نعرفش كاين جميله بنت عمتنا بكري واليوم وش اللي تبدل على راكي دير لها كيما هكا مسكينه واش تهدر تنوضي فيها بزاف عليها هكذا. قلت لها نعرف باللي بنت عمتي مي الطيرة الزايدة تعرفيني منحبهاش مش كي شافت السكتة راح تطلع فوق راسها من اللي جات وهي عقابها ونقولها ونعاودها. حلي عينيك تدخلي في السرك تاعها تعرفي جهاد مليح مليح كيفاه مداير. ولات راحت وانا قعدت غير مركزة مع فرد حاجة هي الفوطو اللي كانوا يشوفوا فيها بركة. اي كلمة هك ولا هكا عدات عليا مرور الكرام وانا علاه قلبي درهالي. والعشق خلاني قريب ندل روحي ونروح لدارتي بغير نروي فضولي ونشبع قلبي بصورته ونشوفه كيفاه كان. مع زاد عليا غياب وحسيت زي المرا كي تعود توهم وتحب حوايج فوق طاقتها. تخيلوا هذا كامل وانا نطلع ونهبط في مخي. حتى فاتن كي تهدر معايا ما سمعتهاش حتى حطت صباعها على جبهتي بها فقتها. قلت لي وينك هذا غرقولك البابرة ساعة وانا نهضر معاك انتي تحتاجي وحدك وتفكية وش الشي اللي خلاك تساي كيما هكا. قلت لها الصراحة راحة والله تعرفي قلبي عند لافوتو لين عدت لكم جميلة تاع الجهاد نموت ونشوفها. غير قلت لها كماتت بالضحكة قلت لي يا قلبي عليك راكي موخدة قد قد وش دار فيك حب جهادة. مي ديما نقول لك متخميش كاين ربي ومن بعد انا في عود صورة نعدلك مياه في خاطرك. أنتِ بركا ما تقعديش تخمّي بزاف، قُلت لها منّك بصح قالت لي: "هيه عندنا ألبوم تاع العيلة فيه صورنا كامل ملي كنا صغار ومنهم صور جهاد، نقطعوا الصور تاعو غير كي كان في الخارج، بلاك نشوفوه مرة في العام كي يبعت لنا، وصح كنت تشوفيه بين كي كان هنا وكي راح ورجع تقولي ما نفس الشخص." هزّوا عبد وحطّوا في بلاصتو عبد آخر. قُلت لها: "زيدتِ شوّقتيني وشوفوا." قالت لي: "خلاص بربي إن شاء الله في الليلة نروح نجيب الألبوم من عند يما ونعسهم لِك كامل، وأي فوطو تحبيها ديها ديري عليها دوبل ونرجعوها خاطر تنقص وحدة تعلّقني ماما." المهم هي مسيلها في كل شي ومتمسيلهاش في الألبوم تاعنا، وهذاك اللي كان فات نهار ما كان حتى جديد. في الليل قبل ما نرقدوا فاتن راحت تجيب الألبوم وأنا قاعدة مع عبد الصمد، حتى عيط جهاد في التليفون قال لي: "واش دير بنتي توحشتها موت." غير سمعت صوت وكلام ودبت تعرفوا حسيت روحي غرقت. حتى عييت نهضر حتى ولا يقول ألو ألو. قلت له راني معاك قال لي: "واش بيك سكتي هكا؟" قلت له: "لا راني معاك وقتها تروح." قال لي: "مالا توحشتيني يا." قلت له: "هي طولت الغيبة بزاف توحشتك." قال لي: "على هاد الهضرة هاد الصبح نكون عندك." قلت له: "منك بصح." قال لي: "موالف نكذب أنا." قلت له: "حاشا برك تحمست." قال لي: "واش دير روحك غدوة العشية نكون عندك تعوضيني على الأيام اللي فاتوا كاملة." خلاص نعوّضك غير نروح برك ونحكي بالدلال، قال لي: "سُكتي عليَّ ما تزيدينيش، لا نحلف عليك." وبقى يهضر معايا هكداك. من بعد راكا بخير وأنا نهضر مع عبد الصمد قال لي: "كوبي كوبي برك ودوري عندي، احكي لي طوّلتِ وأنتِ تهضري مع خالي." نطق جهاد قال لي: "وينك دوك؟" قلت له: "راني مع فاتن في شمبرتها." قال لي: "وعلاه ما كاينش في لا شامبر باه تعرفوا." من قبل ما قلتلوش خلاص بلي راني نرقد مع فاتن، اليوم نلصق معاه قال لي: "واش ديري؟" قلت له: "هاد الأيام كامل نرقد مع فاتن ما حبيتش نرقد وحدي." قال لي: "وعلاه؟" ما على باليش أنا. قلت له: "واش فيها؟" بدا وعلاه وكيفاه وكيفاها. المهم ما عادش يسكت وليت دورت هاد مسكين وكذب نكرهه وما حبيتش نكذب ميت مسكين هي الخطة. با قلت له: "على بالك بيا مريضة وجدة خافت عليا." ولات قالت لي: "ما ترقديش وحدك خاف على طنط تاعي وعلى بالك بلي مازالت ماهيش مستقرة." جدة ويماك اللي ما خلاونيش أي حسيت وسكت شوي. قال لي: "يا أخي تلبسي المستور معاها." قلت له: "هيه بلا ما توصي في قلبي يا الغيار من الملايكة صغيرة."
قال لي: "خلاص أنا نروح نكمّل واحد الشغل صغيرة، غدوة بربي إن شاء الله نكون عندك." وهداك اللي كان. ما طوّلتش فاتن وجات لقيت عبد الصمد يقابضه، حتى هو ورد القلقة من خاله جهاد. قالت لي: "وش بيه هذا؟" وليت حكيت لها ناض تضحك عليه. قلت له: "والله من اللي كان صغيرة نقول له جهاد باللي راح يخرج طاير كيفك، ومن دوك نقول لك ربي يعينك وفرات." وعلى سيرة الطيرة أرواحي نعت لك جهاد تاعك كيفاه كان قبل. على بالي خلاتهولك جميلة في خاطرك. ناض عبد الصمد يصوتيا قال لي: "منين قبيل نستنى فيك تحكيا لي حكاية كيما كل ليلة، وانت من قبيل تحكي غير لخالي، وانا خليتيني وحدي." ولات قالت لي فاتن: "احكيلو خليه يروح يرقد من بعد نشوفوهم في غرضنا." أنا وليت في بلاصة عبد الصمد، أنا اللي حابة نحرن على البوم تاع الصور. ما عندي ما ندير، قعدت نحكيله كيما كل يوم قصص أطفال وعقلي على البوم. حتى ولا يقول لي: "يا طاطا راكِ غالطة تعرفوا هبّلني." ما جا يرقد ب66 كشفة. عدلته في بلاصتو وقلت لفاتن: "غير زربي نعتيلي راه صبري نفد." ضحكت عليا يكون غير دريت باللي راح نتدمر بعد شوفتي في هاد الألبوم. كنت نفضّل نقعد عام كامل وأنا نحكي لعبد الصمد وما نشوفش اللي شفتو. سمعتني فاتن وأنا متحمسة خلاص، نهار كامل راسي مع تصاور جهاد قتلني الحماسة. فتحات وديراكتا فيه مع الأول صور باباها ربي يرحمه قداه من صورة، غير شفتهم تنهد مسكينة. كان صور تبقى الأصل على جهاد يتشابهوا في العينين. تحكي عليه وتتحسر قالت لي: "ما حسبناش خلاص باللي يموت كان لاباس عليه، حتى حبس قلبه." وكملت نعت لي في التصاور تاعك كاملين عيلتهم جدهم عمامهم عمتها، هما كي كانوا صغار خاصة جهاد كي كان صغير كان يهبل. ما ينص التصاور تاعهم مشنّف. قالت لي: "كان قبيح على الآخر." من بعد نعتت لي صور تاعهم مجموعين في مناسبات أعياد وأعراس، وبقات تنعت لي كل شوي مرحلة عمرية معينة. حتى قالت لي: "نعت لك دوك الصور اللي كانت تهدر عليهم جميلة تاع جهاد." كي كان جانا قعدت تفتش لأنه الألبوم كان كبير بزاف فوق ما تتصوروا. حتى وصلت لمجموعة من صور جهاد كان فيهم يلبس واحد ستيل تاع كاغول وأوفر سايزة، ويلبس الأكترية اللون الأسود. شفتو حسيت قلبي تزير وجاني شعور خايبة، كالشعور هداك اللي تحسوه كي يفوت عليكم مشهد في حياتكم تحسوه فات عليكم من قبل. حتى أنا حسيت وكأني شايفاته من قبل مما طولتش وطاحت عيني على صور جهاد في البحر حاكم كلب بيده، ويدو هاديك فيها الوشام اللي عمره ما راح من ذاكرتي. الوشام اللي نتفكره حتى وأنا تحت القبر. من شدة صدمتي حبيت نتأكد قلت لها: "هذا وشنو؟" الكلمات وراحوا لي كانت تخرج من حلقي بصعوبة والكلام راح يخونني كالعادة. قلت لي وهي تضحك جهاد: كلمة صدمة قليلة حتى أني عييت نزيد نسقتي على أي تفصيل. مي وحدها عاودت جاوبت على تساؤلاتي بلا ما ننطق. قلت لي: على بالي حرتي جهاد هنا يبان كلوشار، كان مدعي كبير وطاير، كان يخاف غير من بابا وفرات. من بعد موت بابا أكبر إنسان دمر وزادت حياته وعواجته هو جهاد. على بالي حرتي كيفاه كان إنسان يصلي ويخاف ربي مش مكمة هكا. مي هو من بكري طايش وزاد راح فيها. كاين أيامات فاتت عليه صعيبة بات فيهم حتى برا وإحنا مقدرناش نحكموا فيه. وراكي تعرفي الشارع وش يدير. وصل حتى إنه يبلع الرهش هداك ويبات برا وشم دراعه ودار مناكر بزاف. خلاص شوي وسمعتها سكتت كنت ولهت مع حالتي وأنا حرب قايمة داخلي. قلت لي: "سمحيلي على بالي صدمتك مي حبيتك تعرفي لأنك دوك وحدة من العيلة. على بالي ممكن واحد لا يحكي لك هذا الجزء الخايب على راجلك. أنا دايرتك أختي نحبك تعرفي كل شي. ما متخميش بزاف جهات تبدل بزاف. جاتو فترة دخل في كآبة كبيرة وبعدها راح للخارج والحمد لله دوك راهو كيما تعرفيه. صدقيني تبدل وندم على هدوك الأيام حتى من الوشام ونحاه. من بعد ما على باليش وش بقات تهدر لأنه ودنيا بقاو يصفروا.